الأسرار الذهبية لزراعة ملكة الخضار وهي البسلة. هقولك على أسرار محدش بيقولها عن زراعة ملكة الخضار وهي البسلة. لو زرعت فدان بسلة صح ممكن تكسب منه أضعاف اللي ممكن تتوقعه، بس لازم تعرف التوقيت الصح والطريقة الصح والزراعة الصح. أول حاجة، أفضل ميعاد للزراعة هو نص أكتوبر لحد أول ديسمبر، يعني الجو يكون معتدل ولا حر ولا برد علشان النبات يعقد كويس. تاني حاجة، قبل الزراعة بشهر تكون حارة الأرض كويس ومنزل سماد بلدي من 15 ل 20 متر للفدان وحوالي 150 كيلو سوبر فوسفات، عشان البسلة بتحب الفسفور وده هيديك نمو قوي. تالت حاجة، بتزرع على مساطب أو خطوط وكل جورة تحط فيها من 2 ل 3 بذور على عمق 3 سنتي في كل جورة، وبعد الزراعة تدي رية خفيفة. رابع حاجة، أهم حاجة في البسلة الري المعتدل، يعني لا تغريق في الري ولا تعطيش. أول رية بعد الزراعة بتكون من 7 إلى 10 أيام، وبعد كده كل 10 إلى 12 يوم حسب الجو. وخلي بالك وقت التزهير والعقد العطش بيقلل الإنتاج. خامس حاجة، أول ما النبات يوصل 10 سنتي حط دفعة نيتروجين خفيفة 50 كيلو نترات للفدان. بعد أسبوعين دفعة تانية من سلفات البوتاسيوم 50 كيلو، وده بيزود الحجم القرون وعددها. ولما تبدأ الأزهار تظهر رش حمض أميني أو منشط عقد طبيعي. سادس حاجة، راقب المن والعنكبوت الأحمر من بدري، ممكن تستخدم صابون زراعي أو زيوت طبيعية زي النيم، ولو الإصابة زيادة استخدم مبيد خفيف قبل التزهير بوقت كافي. سابع حاجة، البسلة بتبدأ تتحصد بعد 75 إلى 90 يوم حسب الصنف، واجمع أول بأول عشان النبات يكمل إنتاج، وما تأخرش الجمع عشان القرون ما تشدش وتبقى ناشفة. دي كانت أهم الأسرار والخطوات الذهبية لزراعة ملكة الخضار وهي البسلة. لو عايز أي معلومة عن أي محصول البسلة أو محصول تاني اكتب لي في كومنت وأنا هنزله الفيديو اللي جاي، وبإذن الله هنحصد عشان زرعيه.